قبل ما تحكم على الكهرباء او البنزين اسمعني لاخر الفيديو. كلنا شفنا طبعا الصور بتاعه المرسيدس الكهرباء وكلنا اتصدمنا، بس خليني اسالك سؤال واحد. انت شايف طبعا الصور من موبايلك، ولكن التقرير من جهه متخصصه عن سبب الحادث ما ظهرش لسه. الحريق حصل، السبب اتحدد؟ لا لسه ما اتحددش. هل كان عطل كهربائي؟ هل ممكن يكون في مشكله معينه في مكون معين؟ هل كان عامل خارجي؟ مفيش حد يعرف لحد دلوقتي. وبالمناسبه عربيات البنزين برضو بتتحرق كمان، وشفنا اخر حادثه لحريق العربيه هو الاي 8 السكودا. من اول ما اخترعت العربيات والحرايق موجوده. الفرق ايه؟ اننا بنتكلم عن الكهرباء لانها جديده وبنخاف منها، والخوف طبيعي، بس الحكم من غير دليل هو ده اللي مش طبيعي. وفي الحر الشديد اللي احنا فيه دلوقتي ما تسيبش مواد قابله للاشتعال في العربيه، وما تسيبش عبوات مضغوطه تحت الشمس، وما تسيبش اجهزه الكترونيه ساعات طويله. وده بينطبق على اي عربيه سواء كانت كهرباء او بنزين. سلامه الناس اهم من اي جدل، والحمد لله على سلامه صاحب العربيه. كنت معاك محمد عادل من اكستريم اوتو فرع المعادي. سلام.